ونادي على النائب السيد عزيز عبد القادر، لأن هذه الولاية مهمشة، هذه الولاية فقيرة، هذه الولاية راهي مظلومة، وهذه الولاية خلينا نقولوا بلي كذلك راهي محقورة. مشروع طريق 1 كيلومتر 1.3 كيلومتر قاعد 3 سنوات. لما زرته نارت القيامة في ولاية السمسيلت، وقال لك هذا النائب البرلماني راح يدير في الفوضى وراح يدير في البلبان. وقد سيد الوزير الأول، أنا طلبتك في مخطط العمل الحكومة أنكم تعطونا طريق السيار، تربطونا بطريق السيار، رانا معزولين السيد الوزير الأول. هذه الكلمة أنا لما قلتها في مخطط عمل الحكومة، المواطنين في ولاية السمسيلت رحبوا بي وقالوا لي بارك الله فيك، لأنهم راهم يعانوا من العزلة. السؤال المطروح: أين وصلت قضية استرجاع العقار في ولاية السمسيلت؟ العقار وزع والاستثمارات مكاش، ولا استثمار في ولاية السمسيلت يعني يحقق الأهداف المرجوة منه يمتص البطالة. لهذا السيد الوزير المالية نطلب منك النظر في هذه النقطة. عقد لقاء مجلس الوزراء في ولاية عند إخواننا في ولاية خنشلة. احنا كذلك بما أننا ولاية مظلومة ومضطهدة نطالب كذلك بعقد اللقاء الثاني أو الثالث في ولاية السمسيلت لمجلس الوزراء يكون في ولاية السمسيلت. وانا راني نحضر في تقرير راح ننقله للسيد الوزير الاول، لو نجيب لك صور تاع التحسين الحضري تاع هذه والله تشوفهم تقول كيف يعاودوهم. يعني أرصفة جديدة تم تحطيمها إعادتها من جديد. يعني هدر حقيقي للمال العام. وبداو يفرحوا لما يشوفوا السمسيلت دائما تذكر في الإعلام، لكن بعد البرنامج التكميلي فقط جاء الإنزال الوزاري بأسبوع أو أسبوعين وراحوا الوزراء، نشوفوا أنه للأسف الشديد المواطنين بداو يجونا للمكاتب تاعنا ويجونا للمداومات يحقونا في الطرقات يقول لنا وين راه هذا البرنامج التكميلي. المواطن في ولاية السمسيلت لا يستشعر، بقيمة هذا البرنامج التكميلي. الكثير من الشباب في ولاية السمسيلت، البطالة في ولاية السمسيلت مرتفعة على نسبة البطالة على المستوى الوطني، توصل نسبة البطالة في ولاية السمسيلت إلى 24%. هذا يجعل من الحكومة أنها مطالبة أنها توجه بعض الاستثمارات. شفنا الحمد لله بدأوا الاستثمارات الآن يجونا في صناعة سيارات، الاستثمارات مثلا ممكن المستقبل يكون في صناعة الثقيلة. ماذا بنا توجهوا لنا احنا مصنع أو مصنعين إلى ولاية السمسيلت حتى نمتص البطالة. أنا نتكلم على المدراء على المستوى المحلي، للأسف الشديد ما مش قايمين بالواجب تاعهم. للأسف الشديد المدراء على المستوى المحلي ما زالوا مفلاشين بالجزائر القديمة. هذا السادة الوزراء نتمناو أنكم كل المدراء تاعكم على المستوى المحلي، المستويات المحلية، أنكم مش عارف ديروا لهم دورات تكوينية ولا تجيبوهم من العاصمة تبينوا لهم بلي رانا في جزائر جديدة. الانشغال تاع مواطن تاع ولاية السمسيلت، حنا في ولاية السمسيلت ما عندناش مستشفى، عندنا فقط ما يسمى بمستشفى، بصح مستشفى حقيقة ما يوجدش مستشفى. نطلب منك السيد الوزير الأول أنكم تدرسوا لنا ربع التجميد على مستشفى 240 سرير تاع ولاية السمسيلت، هذا مطلب تاع سكان ولاية السمسيلت. ونطلب كذلك منك السيد الوزير وزير الصحة، قلتها من قبل في مخطط العمل الحكومة ونقول لك اليوم راك مطلوب بقوة السيد وزير الصحة في الحضور في ولاية السمسيلت. لكن السيد وزير المالية للأسف الشديد نقول لك أنه هذه 10,000 مليار سنتيم إلى حد الآن لم تحرك ساكن في ولاية السمسيلت، ما شفنا والو. شفنا فقط المشاريع اللي قلعت في البرنامج التكميلي رومبوا فقط هي التي تم تدشينها. ومن هذا المنبر نحيي المجتمع المدني لولاية السمسيلت اللي حرك هذا الملف واللي راه يتواصل معنا وقالنا لازم نفتحوا تحقيق، نحيوه من هذا المنبر.